40 للميلاد، وكانت القدس قد احتلت من قبل الصليبيين من جديد بعد موت صلاح الدين. تقوم معركة عظيمة بين كل من الصليبيين وحلفائهم العرب من جهة، وبين نجم الدين أيوب من جهة أخرى. أين كان موقع المعركة؟ إنها غزة. موقع المعركة غزة، غزة الإباء والعنفوان، غزة التحدي والمقاومة، غزة البطولة والصمود. هناك تدور معركة حطين الثانية، وتنتصر المقاومة على المساومة، وتنتصر الأمانة على الخيانة، ويقتل 30,000 من الصليبيين المحتلين، ويتوجه بعدها نجم الدين أيوب لتحرير القدس، التحرير الأكبر الذي أبقى فلسطين في يدنا قرابة 7 قرون، إلى أن احتلها الإنجليز في بداية القرن 20. فليست إذن معركة حطين هي من حررت فلسطين، ليست معركة حطين هي من حررت فلسطين، وإنما هي معركة غزة حررت فلسطين الأمس بفضل الله، وستحرر فلسطين اليوم بإذن الله. الثوار والثائرات، حين تشاهدون ما يحدث في فلسطين عامة وما يحدث في غزة خاصة، فتذكروا حقيقة مهمة البعض يجهلها والبعض الآخر يتجاهلها. هذه الحقيقة هي أن فلسطين سر التغيير القائم في المنطقة، وغزة كاشفة هذا السر. فمنذ عقود طويلة وفلسطين تحت وطأة الاحتلال الغاشم والعدوان الظالم تصرخ: وعرباه وإسلاماه، فلا العرب أجابوا ولا المسلمون استجابوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما، وليس أمة مسلمة وليس شعبا مسلما، ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. إن العالم العربي والإسلامي، وأقولها بكل صراحة، قد خذل فلسطين طيلة العقود الماضية، وها هو ذا يتحول وبالتدريج إلى طبعة مزيدة ومنقحة من فلسطين، نهبا للأموال وسفكا للدماء وانتهاكا للحرمات، جزاء وفاقا لخذلان بيت المقدس وأهلها. فخذلان فلسطين حقيقة الداء، ونصرتها حقيقة الشفاء. خذلان فلسطين حقيقة الداء، ونصرتها حقيقة الشفاء. طيلة عقود لم يقدم العرب والمسلمون لفلسطين رسميا إلا قمم المهانة وبيانات الاستكانة وتسويات العمالة والخيانة، حتى تساءل المقاوم الفلسطيني قائلا: نصف قرن من الحوار وشعبي يتعنى مقاسيا ما قاسى، نصف قرن في تسويات وماذا بعدها غير أن نصير مداسا، نصف قرن ما بين مؤتمرات لم يزدنا الرؤوس إلا انتكاسا، نصف قرن والطاولات حبالا، فمتى يا ترى يصرن نفاسا. العجيب أيها الإخوة أيتها الأخوات، العجيب والغريب أن فلسطين لم تقابل النكران بالنكران، ولم ترد على الخذلان بالخذلان، بل وصلتنا إذ قطعناها، وأعطتنا إذ حرمناها، ونصرتنا إذ خذلناها، جرحناها فداوتنا، وكسرناها فجبرتنا، وضحينا بها فضحت لأجلنا، وها هي اليوم ترفع رؤوسنا المنتكسة وتبعث كرامتنا المندرسة، فتمتد بنا في عصر الانحسار، وتشمخ بنا في زمن الانكسار، وتعيدنا وقد صغرنا إلى منصة الكبار. فمن 360 كيلومتر مربع
من 360 كيلومتر مربع، هي كل مساحة قطاع غزة المحاصرة. ينهزم الجيش الصهيوني الذي لا يقهر، وتنكسر القبة الحديدية التي لا تكسر، وتغسل تل أبيب بالصواريخ وتمطر، وتعلو في الآفاق صيحة الله أكبر. من 360 كيلومتر مربع تنطلق صواريخ M75 نسبة إلى القائد الحمساوي إبراهيم المقادمة رحمه الله، وصواريخ R160 نسبة إلى القائد الحمساوي عبد العزيز الرنتيسي رحمه الله، وصواريخ G80 نسبة إلى القائد الحمساوي أحمد الجعبري رحمه الله. صواريخ محلية لا شرقية ولا غربية، حتى إذا افتخر العرب بألعاب نارية صنعت في الصين، افتخر الغزاويون بصواريخ نارية صنعت في فلسطين. من 360 كيلومتر مربع يخرج قادة تعلو مرتبتهم بالترتيبات لا بالرتب والمرتبات، وتعظم منزلتهم بالنوازل لا بالنزل والمنازل. يقودون ولا ينقادون، ويقدمون ولا يحجمون. إذا قالوا فعلوا، وإذا خططوا نفذوا، وعدوا فأنجزوا، وتوعدوا فأعجزوا. لا يخدعون شعبهم ولا يخونون جنودهم، ولا يخافون الحتف ولا يفرون يوم الزحف. من 360 كيلومتر مربع رجال ونساء، شباب وأطفال يرفضون العور الأمريكي دون أن يصرخوا الموت لأمريكا. من 360 كيلومتر مربع رجال يرفضون العور الأمريكي دون أن يصرخوا الموت لأمريكا، ويقاومون الصلف الإسرائيلي دون أن يصرخوا الموت لإسرائيل، ويواجهون الصهاينة دون أن يلعنوا اليهود. وإذا كبروا فلبناء المساجد لا لهدمها، ولتأسيس دور القرآن لا لتفجيرها، ولصيانة دماء المسلمين لا لسفكها. من 360 كيلومتر مربع يخرج الأطفال الكبار، يخرج الشيوخ الشباب، تخرج النساء الرجال، فيصرخ فيهم العربي والمسلم من الماء إلى الماء: بكم نحتمي، لا بجيش العروبة أو بنياشينهم والرتب. بأطفالكم يستغيث الكبار، وبابنتكم يستجير الشنب. فكل أب في بلادي يتيم، وكل يتيم بغزة أب. أيها الأحرار والحرائر، هذه فلسطين وهذه غزة. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. معاشر الأحرار والحرائر، لقد كانت الحروب المتكررة على غزة، ثم الحصار الظالم لها، وتداعيات تلك الحروب وذلك الحصار على الشارعين العربي والإسلامي، كان ذلك سبب رئيساً في يقظة الشعوب ونهضة الأمة، وكان عاملاً فاعلاً في اندلاع الربيع العربي، انتقاماً من هذه الشعوب لنفسها من حكام استعبدوها، واعتذاراً من هذه الشعوب لفلسطين من قادة خانوها. لذا نقول وكلنا يقين إن استمرار حصار غزة هو جزء لا يتجزأ من حصار الربيع العربي. إن استمرار حصار غزة
هو جزء لا يتجزأ من الحصار على الربيع العربي، وإن الحرب على غزة هي حلقة في مسلسل الحرب على الربيع العربي. وبنظرة سريعة على خريطة المواقف الرسمية العربية يتضح الأمر وينكشف السر. وأنا اليوم أقسم بمن لا يقسم إلا به، أقسم بمن لا يقسم إلا به أن غزة ستنتصر، وأن الربيع العربي سينتصر، شاء من شاء وأبى من أبى. فإن قلتم لي قل إن شاء الله، سأقول قولة ابن تيمية: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. أما رسائلنا اليوم فأولاها إلى أبطال غزة وفلسطين ومعهم ثوار الربيع العربي. يا أبطال غزة وفلسطين، ويا ثوار وثائرات الربيع العربي، اعلموا أن النصر بدايته الصمود مهما حمي الوطيس وعظمت الضريبة من النفس والنفيس. فالقاعدة العسكرية تقول: الضعيف ينتصر حين لا ينهزم، والقوي ينهزم حين لا ينتصر. ورحم الله شيخ المجاهدين عمر المختار حيث يقول: الضربات التي لا تقسم ظهرك تقويك، الضربات التي لا تقسم ظهرك تقويك. وهي قاعدة شهد لها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ففي غزوة مؤتة، وهي أول حرب خاضها المسلمون كمقدمة لتحرير بيت المقدس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأدنى بلقاء الشام، كان قوام الجيشين والقوتين الإسلامية والرومانية 3000 مسلم في مواجهة 200,000 روماني. وكانت المعركة الوحيدة معركة مؤتة هي المعركة الوحيدة التي نقلت بالبث المباشر. معركة مؤتة هي المعركة الوحيدة التي نقلت بالبث المباشر عبر قناة المدينة المنورة الفضائية قبل 1400 عام. ولم يكن المراسل الإخباري هو وائل الدحدوح ولا تامر المسحال، بل كان الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان صلى الله عليه وسلم في المدينة بين أصحابه ينظر إلى المعركة وينقلها مباشرة للناس. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة، وهما قادة معركة مؤتة، نعاهم للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد، هو ينظر الآن، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. والمعلوم أن خالدا وهو سيف الله لم ينتصر على الرومان، بل حفظ جيشه من الهزيمة. فاعتبر النبي أن بقاء الجيش وعدم تحقق هدف الرومان في استئصاله رغم خسارته ل3 من قادته، اعتبر النبي ذلك الصمود فتحا لبيت المقدس، لأنه سبب له وطريق إليه. وإن أبطال غزة يعرفون هذه الحقيقة جيدا، وبقي أن يعرفها ثوار الربيع العربي. أما رسالتنا الثانية فإلى الشعوب العربية والإسلامية، وعلى رأسها أنت أيها الشعب اليمني الأبي الحر. إن نصرة غزة وفلسطين لن يكون رسميا
وإن قامت بعض الحكومات بدور في ذلك. فالتاريخ يقول لنا إن بيت المقدس لم تتحرر بحكام الدويلات الإسلامية، وإنما حررتها الشعوب التي وقفت مع صلاح الدين وأجبرت حكامها على مناصرته، وثارت على من تخاذل منهم أو خان، وثارت على من تخاذل منهم أو خان. ومن هنا فالقضية أيها الشعوب قضيتكم، والدور دوركم، والمهمة مهمتكم. فانصروا غزة، انصروا غزة، انصروا غزة بالدعم المباشر، دعاء وتوعية ومالا وتحشيدا، وانصروها بالدعم غير المباشر بحفاظكم على ثوراتكم واستكمالكم لأهداف ربيعكم وتحقيقكم للتغيير الذي ضحى في سبيله شهداؤكم. فهذا الزمان زمانكم، هذا زمان الشعوب، هذا زمان الشعوب، هذا زمان الشعوب. أما رسالتنا الثالثة فلحكام العرب والمسلمين: يا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الجلالة في القدس، والفخامة في الضفة، والسمو في غزة. يا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الجلالة في القدس، والفخامة في الضفة، والسمو في غزة. فإن لم تنصروا المقاومة من أجل فلسطين فلتنصروها حفاظا على ألقابكم، فوحدها فلسطين اليوم من تمنح الألقاب، ووحدها فلسطين من تنزعها. واعتبروا واتعظوا بمن خذل فلسطين منكم فخذلهم الله، وما هم منكم ببعيد. أما رسالتنا الرابعة فإلى الأخ رئيس الجمهورية: يا رئيس الجمهورية، إن فلسطين منا ونحن منها، فأعلنها باسم الشعب، أعلنها باسم الشعب موقفاً رسمياً تعبيراً عن هذا الموقف الشعبي الداعم لغزة الإنسان ولغزة المقاومة. أعلنها دعماً لغزة الإنسان ولغزة المقاومة دون تلكؤ ولا مواربة. يا رئيس الجمهورية، نطالبكم بواجبكم في فك الحصار الصهيوني عن غزة الأبية، تماماً كما نطالبكم بفك الحصار الرجعي عن الثورة والجمهورية. يا رئيس الجمهورية، نطالبكم بواجبكم في إيقاف العدوان النازي على الغزاوية، تماماً كما نطالبكم بإيقاف العدوان الإرهابي على المدن والمحافظات اليمنية. يا رئيس الجمهورية، نطالبكم بواجبكم في إطلاق الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، تماماً كواجبكم في إطلاق أسرى الثورة الشبابية الذين هم رهن الاعتقال. يا رئيس الجمهورية، نطالبكم بواجبكم في دعم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم، تماماً كما نطالبكم بإعادة النازحين اليمنيين إلى محافظاتهم. يا رئيس الجمهورية، نطالبكم بواجبكم في دعم قيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، تماماً كما نطالبكم بإقامة الدولة اليمنية على كامل التراب اليمني. وأخيراً، لقد أعلن اليمن منذ زمن طويل
مقاطعته لكل منتج كتب عليه صنع في إسرائيل. وعليكم يا رئيس الجمهورية ويا حكومة الوفاق أن تتحملوا مسؤوليتكم التاريخية في الوقوف بحزم تجاه عمليات تهريب المنتجات الإسرائيلية. يجب أن تقفوا بحزم إزاء عمليات تهريب المنتجات الإسرائيلية، وعلى رأسها المبيدات والجماعات الإرهابية. نطالبكم بموقف جاد وحازم من تهريب المنتجات الإسرائيلية، وعلى رأسها المبيدات والجماعات الإرهابية. وأخيراً، يا راحلين لآفاق الكرامات، لغزة المجد، معراج البطولات، خذوا سلامي ورودا وانثروه على تلك الرؤوس العزيزات الأبيات، ومرغوا قبلاتي تحت أرجلهم، فثم محراب نصري وانتصاراتي. قولوا لهم إن في صنعاء أفئدة لولا فلسطين ما عاشت لساعاتي. قولوا لهم إن في صنعاء أفئدة لولا فلسطين ما عاشت لساعاتي. تحن شوقا وتسقي شوقها عملا، وتسأل الله تقريب الروح، تشري الروح قربكم وباء ملوكا للغد الآتي. الله وملائكته يصلون على النبي وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارحم عبادك المظلومين المستضعفين من شيوخ غزة ونساء غزة وأطفال غزة وسائر شيوخ ونساء وأطفال فلسطين. اللهم وانصر جنودك المجاهدين من شباب غزة وفلسطين المدافعين عن أرضهم وعرضهم والمنافحين عن حريتهم وكرامتهم. سدد رميهم، صوب سهمهم، أدر الدائرة لهم. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وأطلق معتقلينا وتمم نصر ثورتنا. اللهم صن دماءنا واحفظ أعراضنا واحمي بلادنا ووحدتنا. اللهم وأعن شعوب الربيع العربي في محنتهم، كن معهم في كربتهم، انصرهم على من كادهم وتآمر عليهم، وأذقهم نصرك العاجل وفتحك القريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد الصلاة